أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمينين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي الثلاثة من قل الله والمعوذتين إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببهم وتلونا لأجلهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا وليهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولوالدينا والحاضرين وعلى أمنا وأسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم وتلونا لأجلهم. المرحوم إلى رحمة الحي القيوم الحبيب محمد بن عمر بن شهاب والحبيب سالم بن عمر الكاف والحبيب محضر بن محمد بن شهاب والحبيب عيدروس بن عبد الرحمن باركبه والحبيب عثمان بن شيخ الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عمر بن شهاب والحبيب إبراهيم بن محمد بن شهاب والحبيب قريش بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب طارق بن محمد بن شهاب والحبيب شهاب الدين بن مهدي شهاب والحبيب علي بن طارق بن شهاب والحبيب محمد بن سالم الكاب والحبيب الفاني بن محسن الخريب والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب موسى الكاظم بن قاسم بن شهاب والحبيب محسن بن شهاب والحبيب أنيس بن مصطفى بن شهاب والمرحومة شريفة فضل بنت محمد الحبشي وشريفة رقية بنت عبد الله بن عدرس بن شهاب وشريفة آمنة بنت محمد بن شهاب وشريفة مسطورة بنت محمد بن شهاب وشريفة فريدة بنت محمد بن شهاب وشريفة خديجة بنت عمر بن شهاب وشريفة فضل بنت عثمان بن شهاب وشريفة خديجة بنت أبي بكر الكاف وشريفة نفيسة بنت سالم الكاف وشريفة زبيدة بنت محسن الحبشي وشريفة فاطمة بن أحمد الكاف ووصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له، وعم الجميع بالرحمة والرضوان، واسكننا وإياهم فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى إذا استعينا أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضل ولا مغير ولا مبدل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك مستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة وقراءة المولى سمت الدرار للإمام الحبيب علي بن محمد وسير الحبشي على بانا وأسلافنا الصالح وعلى ما نوى صاحب المولد الحبيب علي بن وسير الحبشي أن الله يعطينا الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعلنا من المحبوبين عند نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاق. يا ربي
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واله ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واله ومن للحبيب يعشى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه
طبيبي السلام عليك حمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأدلية بخلق هذا العبد المغبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والوجود. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لا قلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا لا قلبي سروره قد توالى
الكون بهجة وجمالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا لاحظته العيون بما جلته بشرا كاملا يزيح الضلالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبل عليه غاية الإكبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التهسيس للبشر الكريم صلى الله عليه. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيرة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. هاو لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين تنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من سلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وحصصت به من حصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بيشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون الخير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شير أسراف المهلوكين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماء أوصافها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
قد تمم الله مقاصدنا وزال من جميع الهام ببركة النور شفعنا جوده وفاد له علينا عام قد تمم الله مقاصدنا الله وزال منا جميع الهام ببركة النور شفعنا جوده وفضله علينا عام طابت بذكره مشاربنا وكم منان له علينا كم وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام ببركة النور شفعنا جوده وفضله علينا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم وعاقبتنا تقع حسنا في حينما عمرنا يختم قد تمم الله مقاصدنا الله وزال منا جميع الهام ببركة النور شفعنا جوده وفضله علينا صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجام ما حرك طاب المن غنى وناع بالصوت وترنم قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام ببركة النور شفعنا جوده وفضله علينا عام
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلته اليد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب الذكور إشراق هذا الصراط والعيون متشوفة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمئة بأثر الفراغ بملاقاة أشرف البريات
وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون صلى والظهور. الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ حق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعور ومشاركة لها في هذا السمات الممدور. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف الكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمور، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا للهدى.
صح يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنسوس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضرب يا أهل المثاني فهذر اليمن غرات واستودع بجمال فكف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد الله مستمر الليل سينفد الله يفوتنا عطاء جمع الفخر المحبات صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ولربي كل حمد الله جل أن يحصره العد الله إذا حبنا بوجود المصطفى الهدي محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي رسول الله أهلا بك إنا بك نشهد الله وبجاه يا إلهي جدوى بالي كل ما قصر يا رسول الله جئنا لزيارك سيدنا الله نرتجي
الشفاعة إن رب العالمين يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله واهدينا نحج سبيلي كي به نشعل ونرشد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا واهدنا نهج السبيل لكي به نشعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير المقعد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تعشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الهدايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا على رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفيعا طرفه إلى السماء مؤبيا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى عالم الظاهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاع لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة وكل شعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات لما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته بكل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين إذ أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسرت به تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي به مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحترها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وزكي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمئن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معانا وزورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب ذي الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القبول وإلى حفظ الفاتحة.
منا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madarikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati jami'ul habaib wal asatiz wal masyaikh, wabil khusus Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid wal Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, atalallahu umruhuma fis siha wal afiyah, amin. Dan hadir bersama kita Al-Ustad Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab wal Ustad Al-Habib Alwi bin Isa As-Siggaf, mata'anallah bituli hayatihi masyarifah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita lalui, dari pembacaan Yasin tahlil dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Sintub Durar lil Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habshi yang tadi sama-sama kita dengarkan dan baca bersama. Alhamdulillah, sebelum kita beranjak acara selanjutnya, Al-Faqir ingin menyampaikan beberapa undangan majlis maulid. Yang pertama, majlis maulid di Majlis Ta'lim Rawdatul Ilmi 12 Ulu Jalan KH Azhari, depan Madrasah Sekolah Azhariyah, besok pagi jam 6 pagi. Kemudian sore harinya dilanjutkan di Musalla Al-Kaf 14 Ulu Lorong Famili Setia. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah sore hari ini yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustad Al-Habib Alwi bin Isa As-Siggaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardha, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ahli mahabbatika wa ma'rifatik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana washrah lana sudurana waghfir lana dhunubana wa farrij 'alaina kurubana innaka anta ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub ya akramal akramin wa ya arhamur rahimin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para habaib, para asatiz, guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita yang menunjukkan jalan yang lurus, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, nashkurullah an hadana lil Islam wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad khairil anam. Kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini dijadikan kita muslimin, mukminin, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita banggakan, inilah yang harus kita senangi, inilah yang harus kita bergembira. Al-Faroh
Ada dua macam farah. Farah itu artinya senang. Ada farah yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan bergembira. Allah tidak demen sama orang yang bergembira. Bergembira yang menyebabkan sombong. Bergembira dari maksiat kepada Allah. Bergembira untuk senang atas nikmat dunia. Bergembira melakukan kejahatan. Bergembira hal-hal yang negatif yang tidak mengingatkan kita kepada Allah. Itu ayat cerita Korun dalam surah Al-Qasas. Korun itu bergembira. Dia keluar dari rumahnya bidinatih dengan pakaian yang sombong. Ayo deh. Setelah pakaian yang sombong kata Allah, la tafrah, hati-hati, jangan bergembira. Akhirnya apa dia? Nyungsep. Tahu nyungsep? Tenggelam juga bumi. Ada farah yang diperintahkan oleh Allah itu bagus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sama artinya farhan juga, senang juga. Tapi farhan yang kayak gini. Farhan lahirnya Rasulullah, maulid, hadir kayak gini, kumpul. Nahna kulluna hada musta'idin, mustamidin. Kita datang ke sini mustamid, memohon, meminta. Mungkin dari rumah kita bawa dosa. Mungkin dari rumah kita membawa kotoran-kotoran noda. Tapi masuk ke sini bersih. Dari rumah kita datang pengen belajar. Dari rumah kita berniat menghadir Rasulullah, aku cinta kepada Rasulullah. La syak, orang yang cinta kepada Rasulullah nanti manfaatnya kelak di hari kiamat. Semua kita pasti ada niat, pasti ada tujuan. Pasti bergembira lahirnya Rasulullah SAW. Inilah tempatnya, saat inilah tempatnya. Untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Jadi maulid Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah. Kenapa kok bisa kita gembira? Karena di sini sarana kita untuk bertaubat. Ini bukan majelis-majelis biasa, majelis untuk kita bertaubat. Padahal yang dibaca sirahnya Nabi Muhammad. Di antara niat kita mau bertaubat. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sari'u, berlomba-lomba cari, pinter-pinterlah nyari loka. Loka duit bukan, loka di mana dosa kita bisa habis. Sini tempatnya. Kalau di pasar tidak ada, kecuali kalau di pasarnya majelis taklim. Imam Nawawi waktu ngarang Minhaj itu kata ulama yang di pasar itu, idzan faqiha al-bagolun, tukang sayur bakal pinter-pinter pikir karena kitab kau ini remeh katanya. Sekarang ini kitab Minhaj itu dipahami orang-orang pintar. Orang pasar tidak belajar lagi sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu aja belum buka toko, mereka bertazakur bil ilmi, tazakur bil zikir, yaqra'unal Quran. Pasar di zaman dulu. Nah, ini asbabul maghfirah tempat sekarang ini. Limada sari'u asbabul maghfirah, sari'u ila maghfirah. Berlomba-lomba, maghfirah itu artinya asbab, sebab mendapatkan ampunan. Karena surganya Allah arduhas samawat, lebarnya itu bagaikan langit. Langitnya 7 lapis, lebarnya itu. Uiddat lil muttaqin, diberikan oleh Allah muttaqin. Orang yang bertakwa, yang tidak punya dosa, diunjukkan untuk mereka. Mana sifatnya muttaqin? Ini sifat yang pertama orang muttaqin. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wadh-dharra'i. Senang sedih, depan wong di belakang wong, yunfikun. Makanya sekali-sekali kita ngamalkan. Amalin apa? Amalan infak. Infak itu bukan khusus untuk orang kaya. Infak itu siapapun dari kita beramal. Sahabat Nabi, beliau punya kebun namanya Bayruha. Kebunnya rindang, airnya bagus, diminum tawar. Lagi duduk bersama Nabi Muhammad, turun ayat Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak bakal mendapatkan keridhaan Allah kalau belum bisa menginfakkan harta yang paling kau cintai. Langsung datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kuncinya Bayruha, saya sedekahkan fisabilillah. Kita belajar dari bawah dulu, duit abang dulu. Pakai minyak angin nih sampai banyak. Jangan anginan, habis balik ngapu anginan, sedekah duit abang. Ya, cuman duit abang anginan. Ya dah. Jadi belajar tuh yunfikun amwalum fis sarra'i wad-dharra. Apalagi wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Jangan terlalu emosi. Sesama muslim saling berkatakan, saling bercacian. Tengok Nabi Muhammad.
Ini tempatnya kita sadar mencontoh Nabi. Di mana kita hadir maulid, ambil satu akhlaknya Nabi Muhammad. Menahan emosi, bagaimana Rasulullah? Dicaci di depan umum, tak marah. Pernah ada seorang Yahudi, dia baca sejarah Nabi. Di antara sifatnya Nabi Muhammad, kalau dijahati, dijahili, dia tidak bakalan marah, dibalasnya dengan kebaikan. Sama dia ngutangi duit, belum tempunya datang, ditagih depan murid-muridnya, depan para sahabat, biar bikin Nabi Muhammad emosi. Rasulullah jawab senyum, bayar 2 kali lipat. Ini bayar utang saya, dan ini bayar terima kasih kau sudah mencaci saya, langsung masuk Islam. Jadi banyak sahabat zaman dulu masuk Islam bukan karena pedang, karena akhlaknya Rasulullah. Yang mana akhlaknya Rasulullah perlu kita hidupkan. Kita hadir maulid ini untuk apa? Menghidupkan kembali apa nur malaikat Jibril turun berakhlak. Kita ini yang berakhlak. Tunjukkan akhlak kita seorang muslim. Begini akhlak kita. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Pemaaf. Katoi wong lajulah, dak galak bales. Dihina wong ndak apa-apa. Tidak gunyek, tidak rusak. Ndak apa dia? Samihum. Samihu, karena kita juga butuh pemaaf. Orang yang suka pemaaf ini, dikit-dikit maaf ke, ini dikit pemaaf, dah. Nanti kata Allah, kau nak nyaingi aku, apa nak pemaaf-maafan, aku maafkan dosa kamu. Itu yang kita cari. Wal afina, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang baik. Walladzina idza fa'alu, yang kedua. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau dia berbuat dosa, sebab manusia ini tidak luput dari dosa. Kadang-kadang digoda setan kita berdosa. Mana reaksi gitu? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mendolimi dirinya. Kalau kita melakukan maksiat, kita dolim sama diri kita. Nyaci wong dolim sama mulut kita, karena bukan itu diciptakan oleh Allah. Aw dzalamu anfusahum, zakarullah, dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidunubihim, langsung bertaubat, astagfirullah. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kalau kamu melakukan dosa, cepat-cepatlah bertaubat. Malaikat kanan sama malaikat kiri. Malaikat kanan bos, kiri anak buah. Kalau ada hamba Allah melakukan kebaikan, malaikat kanan langsung nulis. Kalau diterima oleh Allah. Kalau melakukan kejahatan, malaikat kiri izin dulu, tunggu sampai dia bertaubat. Diberi waktu sampai 6 jam. Sehari, 2 hari, 3 hari, dah bertobat-tobat, sudah ditulis oleh malaikat sampai 6 jam ditulis. Satu kesalahan. Idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang melakukan kesalahan, ditulis di hatinya titik hitam. Kalau dia bertaubat kepada Allah, azalahu wasaqal. Kalau dia bertaubat dan beristighfar, dibersihkan oleh Allah. Kalau dia tidak bertaubat, ishtadda sawaduhu, makin gelap. Hadza huwa ar-ron. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, rona kalla barrona ala qulubihim makanu yaksibun. Makanu yaksibun, menjadi gelap, menjadi pekat, menjadi keras hatinya, ulah tingkah laku kita sendiri. Makanya antara zahir dan batin berpengaruh. Antara mulki wal malakut berpengaruh. Apa maksudnya ini Ustaz? Antara yang dilakukan oleh anggota tubuh, pengaruhnya ke sini, ke hati. Mulut kita ngomong, mulut ini suruh oleh hati. Hati nyuruh ngomong. Tapi yang diomong oleh mulut, baliknya ke sini. Antara mulki wal malakut, antara dunia dan akhirat berpengaruh. Yang kita lakukan di dunia ini pengaruhnya kagak di akhirat kagak. Antara zahir dan batin, antara mulki wal malakut. Mulut yang kita ucapkan, mata yang kita pandang, tangan yang kita perbuat, baliknya ke hati kita. Jangan sampai kita mati hati kita. Jangan sampai hati kita, fadzkurullah, ingatlah kita kepada Allah. Pada Allah, zakarullah, fastaghfiru, langsung dia bertaubat. Wa may yaghfirudz dzunuba wa lam yusirru ala ma fa'alu, tidak berterus-terusan dia melakukan. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ampunan Allah. Nah ini kita datang ke sini semuanya anak yakin
Semuanya memperbagusi diri kita. Seorang muslim setiap saat membagusi diri. Baca, dengar tadi itu maulid, luar biasa munajatnya. Bawa hati kita ke sini, bawa, hadirkan hati kita, renungkan, hayati. Luar biasa. Ya Allah, ighfirli dzunubi waj'alil jannah hilali. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Teriak rami-rami di malaikat. Kalau rami-rami berzikir langsung diterima oleh Allah. Berapa banyak yang hadir di sini orang soleh, mulut dia yang nyampaikan, mulut kita tidak sampai. Berapa banyak yang hadir di sini kita tidak tahu. Mungkin orang yang biasa-biasa, madfu'in bil abwab, kalau depan rumah kita pinggirkan, tahu-tahunya punya kedudukan pandangan Allah di dia. Kita tidak tahu di sini. Ada lagi syairnya apa dia? Allah 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 laulan nabi masa idna. Banyak yang macam masuk Aida. Tidak tahu apa dia artinya kalau Suaida mana? Masa idna. Allah Allah. Ini dalam ilmu bahasa syair itu ungkapan rasa farhan. Ungkapan kita mengungkapkan seakan-akan Nabi ini hidayatnya menyebabkan kita menjadi bahagia. Itu kan ungkapan farhan. Isi hati kita ungkapkan, kalau tidak kata Nabi kami tidak bisa sukses. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memberikan kita hidayah, menunjukkan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa khufratim minan nar fa anqadzakum minha. Kalian tuh udah tepi jurang. Tengok zaman jahiliyah, anak betina dibunuh, yang kuat makan, yang lemah ditindas. Itu zaman jahiliyah dulu. Datang Nabi Muhammad diajari cara ibadah, cara bertaubat, cara berkumpul di sini. Ini nikmat yang sangat besar. Makanya kita ungkapkan kenikmatan yang kita dapat ini, kita ungkapkan di sini rame-rame. Laulan Nabi masaidna. Kalau bukan Nabi Muhammad kami tidak tahu hidayat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad kami tidak mengerti ilmu pengetahuan. Itu namanya ungkapan seorang yang lagi senang dan gembira. Itu dalam bahasa sastra kayak gitu. Kumpul di sini, duduk, semuanya hatinya munajat kepada Allah. Mustahil tidak balik, tidak dapat ampunan, mustahil. Mustahil tidak dapat ampunan. Makanya kalau hadir di maulid, bawa hatinya, jangan tidak bawa hatinya. Hadirkan hati. Mana Ustaz mawa hati itu. Duduk di sini diam, dengarkan zikir-zikir, pahami yang dibaca. Terutama di waktu mahalul qiyam, katanya Rasulullah itu hadir. Wong yang punya dzauq, yang punya rohania kuat bisa menyaksikan itu. Wong yang matanya masih terhijab, ya amsaluna, amsali wabil khusus, tidak bisa melihat. Tapi kita meyakin. Kita maki ilmu ihsan. Anta budallah ka'annaka taro. Kamu hadir di maulid seakan-akan melihat Rasulullah. In lam takun taro fa innahu yarok. Taulah Rasulullah ada di sama kita ini. Kata ulama mereka mengatakan Rasulullah yahdur di maulid Dibai itu. Kita baca maulid Dibai bahwasanya Rasulullah itu hadir di rumahnya. Malam ada yang mimpi Rasulullah mapak masuk ke rumahnya, memberikan selamat sampai tetangga-tetangganya pun dapat berkah. Kenapa? Karena dengan maulid ini hidupnya Islam. Berapa banyak akhlaknya Rasulullah yang rusak sekarang ini, tidak dipakai. Umat Islam hidupkan kembali. Bagaimana cara makan, bagaimana cara keluar dari rumah, bagaimana cara berpakaian, itu dihidupkan dari diri kita. Wong yang ta'alluqnya kuat sama Nabi Muhammad sampai bau di badannya Nabi Muhammad. Ada satu cerita, Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau itu sering berziarah ke makamnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Pada satu tahun beliau sakit, tidak ikut berziarah. Waktu beliau lagi tahajjudan subuh, Nabi Hud itu duduk di atap rumahnya yasjud sambil memanggil beliau, ya Syekh, in lam tadur jurnak, kau tidak datang ke aku yang datang kau. In lam tadur yuto'ti ra'sahu, menundukkan kepalanya. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam lagi tahajud di rumahnya. Orang bertanya, kok bisa Nabi, kenapa kok Nabi bisa didatangi, datang ke wali? Kalau ditanya Abdullah Nabi atau wali, ya jauh Abdul Nabi. Wali manusia biasa. Kalau Nabi pilihan Allah, dan Nabi itu tidak bisa dicari.
Kalau wali bisa diusahakan. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqabil khairi a'lal bal zaka fadlullah yu'tihi liman jallallah muwahibul minan. Kenabian tidak bisa dicari, walaupun kita beribadah sampai badan kita hancur, pengen jadi nabi tidak bisa. Kalau wali bisa. Nah jadi wali, akhlak kayak nabi, tutur kata yang baik, merendah di hadapan Allah, bersihkan hati, jangan maksiat, hiasi diri dengan takwa. Jadi dijawab oleh ulama, kenapa kok bisa nabi yang punya makomnya jauh tinggi daripada wali bisa datang? Dijawab oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, lianna Nabi Allah Hud syamarihan nubuwah fi sayyidil bagihil mugaddam, mencium bau Nabi Muhammad. Kok bisa? Karena ittiba yang kuat. Kalau orang ittiba kuat sama Nabi Muhammad sampai tercium di badannya bau Nabi Muhammad. Makanya itu yang kita utamakan, ittiba. Pakai sendal keluar, pakai ini, amalkan pribadi kita. Kenapa? Karena di akhir zaman sunnah-sunnah Nabi itu dimatikan oleh orang-orang non-muslim, supaya kita tidak kenal Nabi Muhammad. Dimunculkan syiar-syiar non-muslim, dikeluarkan ilmu-ilmu non-muslim. Umat Islamnya banyak lalai dengan non-muslim. Dia bangga dengan amalan-amalan non-muslim. Padahal kalau seandainya umat Islam datang, Rasulullah masih ada, kata Allah. Rasulullah masih ada. Rasulullah masih ada, artinya apa? Syariat Rasulullah masih ada, baunya Nabi Muhammad masih ada. Kenapa tidak kecium badan? Karena kita tidak banyak mengamalkan ilmu-ilmu Rasulullah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, hadir kita di majlis semacam ini, baca maulid, bawa hati kita, hadirkan, khusyukkan, taubatkan diri kita, sadarkan kepada Allah, ingatkan kita kepada Allah, supaya tidak menjadi korinnya setan. Supaya kita tidak menjadi korinnya setan. Kenapa? Wa may ya'sha an dzikrir rahman, siapa yang acuh nyebut ingat Allah, acuh tiap hari acuh pokoknya ada makan laju, acuh tak acuh, tak pernah ingat Allah. Solatnya apa lagi? Kalau sudah di solat tak bisa ingat Allah, di luar tak bakalan bisa. Belajarnya di solat kita ingat Allah. Nugayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin, setan itu yang bakal menjuruskan dia, menjerumuskan dia. Setan tadi yang bakal mengantarkan dia, membimbing dia. Kita kepengen dibimbing oleh malaikat, bukan dibimbing oleh setan. Oleh karena itu, hadirkan Allah di dalam hal kita, dalam hati kita. Ingat Allah sayang kepada kami, Allah melihat kami. Hadirkan itu, kemudian berusaha menghadirkan Rasulullah di saat ini. Hidupkan akhlaknya Rasulullah supaya kita bangga bisa bercampur, berkumpul dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak kesalahan, kami banyak melakukan kekurangan, tapi saat ini kami mengakui semuanya kekurangan kami. Dan saat ini kami bertaubat kepada Allah. Marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Natubu ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah minal ma'asi wal fusuki wal isyan. Habib fi qulubina al iman wa karrih fi qulubina al ma'siyah wal isyan wal kufra wal fusuk. Bencikan kepada hati kami semua itu ya Allah. Cintakan ke dalam hati kami mahabbatun Nabi, mahabbatullah, mahabbatus salihin, agar kami mempersiapkan diri kami untuk memandang kepada wajahmu kelak di hari kiamat. Mungkin inilah sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran lil Ustazuna Alwi bin Isa Assegaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum beranjak ke acara terakhir, Al-Faqir mewakili keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahab mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh segenap panitia dan para hadirin yang menyempatkan hadir pada sore hari ini, dan permohonan maaf atas seluruh kekurangannya. Acara selanjutnya talqinuz zikir dan doa penutup yang kita pintakan kepada Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Fa'alihi falyatafaddal mashkura.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي عليها نمون ثم إن شاء الله تعالى من آمين آمين فاتنا الله اغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشفي قلوبنا وقضي حاجة الدنيا ولا يشفي أمراضنا أن الله يرزقنا التقوى من الاستقامة جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا وجه لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا أمانة متابعة الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بعد فيكم العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبرحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم